أثار الفنان والسيناريست إسلام حافظ قلق محبيه خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تداول شائعة وفاته على نطاق واسع جدا عقب خطأ تقني أصاب حسابه الموثق على فيسبوك أدى لإعلان وفاته بطريقة خاطئة. تصدر اسم وفاة إسلام حافظ ترند محركات البحث جوجل، وذلك بعد تحول حسابه على فيسبوك إلى حساب للذكرى، وهو ما يفعله موقع التواصل الاجتماعي بحسابات الأشخاص بعد وفاتهم لتمكين محبيهم من نعيهم وإحياء ذكراهم. جاء الإعلان في صفحة إسلام حافظ بجملة نشرها فيسبوك بسبب خطأ تقني، كتب فيه: في ذكرى إسلام حافظ، نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها. ونفى إسلام حافظ هذه الشائعة تماما، مؤكدا أنه حي يرزق وفي خير حال، قبل أن يتواصل مع إدارة الموقع الشهير لتعديل الخطأ. كما طمأن محبيه من خلال كلمات الشاعر فؤاد حداد وتعليق تواصل فيه مع محبيه. ردت الفنانة المغربية جيهان خليل على شائعة وفاة زوجها إسلام حافظ، والذي تزوجته في فبراير الماضي، أي قبل 5 أشهر، نافية هذه الشائعة بطريقتها. ونشرت جيهان خليل صورة جمعتها مع زوجها إسلام حافظ عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وعلقت عليها: ربنا يخليك ليا. يذكر أن إسلام حافظ وجيهان خليل كان قد أعلن زواجهم في منتصف فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب وسط حضور عائلي للأسرة والأصدقاء المقربين. إسلام حافظ قد شارك في رمضان الماضي بعملين دراميين هما مع أمير كرارة ومي عز الدين وللمخرج خالد يوسف ومجموعة كبيرة من النجوم.